خليني اقول لك على حاجه، خليني اقول لك على حاجه والله العظيم. في الست ساعات ونص كوره اللي احنا قعدنا نتفرج عليهم دول، انا كنت عارف ان ريال مدريد متاكد ان هو هيخسر، وكنت متاكد، بس انا كان عندي تخيل كده، قلت ريال مدريد هيخسر 6 ولا يخسر 2 عشان ياخدوا ايه السيكونس ده، انت فاهم، اللي هو 2 3 4 5 6، فاهم، عشان اربع ماتشات يبقوا اتلزقوا مجموعه، فاهم السكورات كلها. بس الصراحه ما كنتش متخيل انها تبقى اربعه تانية، يعني انت كده بوظت الشكل، يعني كده 3 4 5. سيبك، كنت عامل حسابي ان تشيلسي هتخسر، وسبحان الله عندي التيشيرت بتاعها. اه والله، عندي التيشيرت بتاعها، فريق عمره ما هتحتاجه هتلاقيه. الصراحه منتهى التخاذل بمنتهى الامانه، وهنتكلم عنه بعدين يعني. الناحيه الثالثه بقى كنت خايف جدا من مباراه ليفربول وارسنال، قلت اه يا خبر ابيض، يعني ليفربول وارسنال، طب النتيجه لو يعني لو ليفربول كسب انا ما عنديش تيشيرت ارسنال، فاهم، طب لو ليفربول خسر ما عنديش تيشيرت ليفربول، انت فاهم. بس قلت بقى ان شاء الله النتيجه تخلص ايه، نتيجه التعادل دي. واللي حصل نتيجه تعادل، بعد لما ليفربول يبقى كسبان اتنين يتعادلوا. تمام تمام، ما هو مش فارق لهم حاجه، مش فارق لهم حاجه والله بجد. واحنا بقى الناس اللي متعادلين يعني مع ساوثهامبتون، نفضل قاعدين متكدرين كده، فاهم، وقاعدين بقى بناكل ضوافرنا وفاهم وبنشد في شعرنا ونقعد باصين في الارض وقاعدين حاطين ايدينا على قلبنا مستنيين الاسبوعين الجايين نشوف هنتنين نروح فين. اه، ما انت برضو مش عارف، انت بقى يويفا ولا يوروبا ليج ولا فاهم، ولا يمكن يحصل لك فاهم حاجه كده، ولا حاجه تليك متلقح في الكونفرنس، ما انا عارفك وجارديولا عليك حاجات. بس طبعا قبل الكلام ده كله، قبل الحديث الحلو ده قوي على الثلاث مباريات اللي اتلعبت النهارده وعلى ترتيب البريمير ليج اللي بيسوق كل يوم عن يوم، وطبعا بعد يعتبر حسم برشلونه للليجا، هنطلع نتكلم. بس قبل ما نطلع نتكلم طبعا معاك جهاد العمري، فهنتكلم كوره، واحترم نفسك بقى وما تبقاش ايه قليل الادب وقليل الذوق، واعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان ايه ما ازعلش منك. تمام، ويلا بينا نبدا. طبعا لو نتكلم على اول حاجه هي مباراه برشلونه وريال مدريد، يعني بصراحه يعني في المونجويك يعني خلاص، برشلونه عادي جدا بيلعب بالتشكيله بتاعته اللي مجبر عليها ان هو يلعبها. هتقول لي يعني ايه مجبر عليها؟ اقول لك حضرتك الراجل بيلعب بتشيزني في حراسه المرمى، باك يمين ايريك جارسيا عشان كوندي مصاب، باك شمال جيرد مارتن اللي هو لعيب دفاعيا لعيب ضعيف جدا 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 بدل بالدي عشان خاطر الراجل لسه راجع من اصابه وما كانش هيشارك من اول المباراه، وانياجو مارتينيز، وجنبه كوبارسي، قدام عنده ديونج وبيدري، قدامهم على طول كمركز 10 اولمو، على اليمين لامين يامال ملوش مثال، وعلى الشمال رافينيا، وقدام فيران توريس. المفروض ان هو حضرتك لو يعني هانزي فليك من الناس اللي دماغها ضيقه جدا، يضطر ان هو ما كانش يلاعب فيران توريس وكان لاعب ليفاندوفسكي من اول المباراه عشان خاطر عدد الاهداف، عشان خاطر ليفاندوفسكي يكون هداف الليجا وكل الكلام ده. بس الراجل دماغه اكبر من كده بكتير، الراجل دماغه اكبر من كده بكتير بكتير بكتير. يعني حتى اصلا في الانترفيو اللي قبل الماتش بيتكلموا معاه عن تشيزني ان هو بيشرب سجاير، الراجل قال لك الراجل سنه كبير والراجل بيعمل حاجات في الملعب انا ما اقدرش اتكلم معاه، يعمل اللي هو عايزه بره، الراجل مش صغير، فاهم. وقالها بمنتهى الضحك وبمنتهى الهزار، الراجل عارف والدنيا تمام، بس يا باشا العجله ماشيه مشيها. تيجي بقى الناحيه الثانيه عند ريال مدريد، ريال مدريد وما انت على ريال مدريد في العشوائيه. فريق يسرق، بس يسرق كلها مراكز ونجوم جالاكتيكوس وبتاع، وبتبني جالاكتيكوس، وعندك خط دفاعي عره. تعال اقول لك على الاربعه، يعني الاربعه اللي في خط الدفاع ونقعد نضحك شويه. بعد كورتوا طبعا لوكاس فاسكيز 34 سنه، تشاوميني، تايه، اسينسيو، يعني راجل سنه صغير قوي يعني، ولسه محتاج واحد تقيل قوي 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 جنبه عشان خاطر يديله من خبراته. وعلى الشمال فيران جارسيا، لعيب عنده 25 سنه، بس هو حقيقي لعيب بطيء جدا جدا جدا. واقول لك على حاجه ما تحطوش في مقارنه، بص يعني الانتر كان بيلعب بمختريان وبيلعب دي ماركو، وكان بيبدل الاثنين لعيبه دول عليهم اثنين كمان في الشوط الثاني عشان يمسكوا لامين يامال. وريال مدريد بقى عامله حسابها ان فران جارسيا هو الوحيد اللي هيمسك القصه. يمسك قصه ايه ونيله ايه؟ ده محتاج حد اصلا يعكز عليه، ده بامانه انت بتتكلم في ايه يعني؟ تيجي بقى عند الناحيه الثانيه بيلعب بقى باربعه في خط النص، اردا جولر على اليمين، فالفيردي، سيبايوس، وعلى الشمال بلينجهام. بيلعب باثنين مهاجمين، مبابي وفيني. الصراحه النهارده مبابي عدى لعيب وازح بخطا كارثي من كوبارسي، كرة تجيله بعد الكرة اصلا ما كانت اوفسايد والحكم يلغي الاوفسايد، وبعد كده تشيزني يقوم موقعه عشان خاطر مضطر ان هو يوقعه، والراجل ياخد بينالتي ويدخل يشوطها ويسجلها في الدقيقه الثانيه، ولا الدقيقه 5 بينالتي اتشاطت. الدقيقه 13 امبابي الراجل يدخل انفراد على تشيزني بعد ثروهايه من فيني، ولا اروع الصراحه بعد وقوع غريب جدا من لامين يامال، بس ايا كان الراجل يدخل يسجل الهدف الثاني الدقيقه 13.
والهدف الثاني، انت فاهم؟ ساعتها بقى حصلت بقى ايه اللي هو ايه بقى مجموعه الاتصالات اللي بيعملها هانزي فليك للفريق: ركزوا يا جدعان، انا عايزك تعمل كذا وانت تعمل كذا وانت تعمل كذا. الراجل بيقرا الملعب عادي في 10 5 دقائق، ما عندوش اي مشكله، بس هو لازم يبقى خسران. برشلونه مش خسران، برشلونه ما بيلعبش. يعني اتفرج على كل المباريات اللي فاتت الشهر اللي فات، او اتفرج على اكتب امتع ريمونتادات كده هذا الموسم، هتلاقيهم كلهم برشلونه 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 برشلونه. حقيقي قفلوا اللعبه الموسم ده في كل حاجه، في كل حاجه. لامين يامال يشوط لك كره شكلها حلو في فيرست تايم تتصد، بعد كده واحد زي جيرد مارتن نفس الكلام، الكره تخرج كورنر تترفع من بيدري. وما امتع من رفعات بيدري والله، فريق كله قصير، بيدري يرفع رفعه، فران توريس يقوم ناطحها كده بفم لورا، ايريك جارسيا يحطها ويبقى الهدف الاول في الدقيقه 19. الدنيا سهله يا جدعان. الدقيقه 21 اولمو يدي كره لجيرد مارتن. يعني انا ما اعرفش انت ازاي حقيقي اثرو هادي يا معلم، اثرو هادي. انا اصلا انا كتبت النقطه دي لمجرد ان انا اتكلم على الثروهايه. انا شفت الثروهايه ما شفتهاش. عارف دي كانت بتاعت زين الدين زيدان بقى وابو تريكه والناس الجامده قوي دي. دقيقه 22، الدقيقه 32 سوري، لامين يامال شوطه في ناس كده على الارض، حاجه في السهل الممتنع بعد لما فران توريس يريح حاله. ولا بقى تقول لي كورتوا، لا تقول لي دوناروما، لا تقول لي ديفيد رايا، ولا تقول لي كل الناس دي. اي اتخن تخين كانت هتخش من الاخر. بعدها بقى يعني بعدها بدقيقه بيدري يدي ثروهايه رافينيا يسجل الهدف الثالث والهدف الاول لرافينيا. الدقيقه 44 لوكاس فاسكيز الكره تتلعب عاليه، رافينيا يكبس عليه فجاه، الراجل ما يبلم انت فاهم لوكاس فاسكيز انت صعب قوي، صعب قوي. 34 سنه كتر خير الدنيا، الامير يعني الامير كتر خيرك، ما تنفعش، لا تصلح، فعلا لا تصلح، ما ينفعش. ما ينفعش تبقى بتلعب على رافينيا يعني، فاهم؟ بس يعني رافينيا دخل من جنبه اخد منه الكره كحوله حطها انفراده ومسجل الهدف الثاني الراجل، وتبقى بالنسبه له وتبقى الهدف الرابع بالنسبه لبرشلونه. برشلونه يبقى خسران 2-0، يعمل ريمونتادا من 2-0 ل 4-2. ايه يا جدعان ده؟ ايه يا جدعان ده؟ طبعا الشوط الثاني انشيلوتي يقول لك لا 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 الفريق ده مش مظبوط، الفريق ده مش مظبوط خالص. انا اخرج اردا جولر واخرج سيبايوس ونزل مودريتش ونزل لويس دياز. مبدئيا يا معلم، ايه لويس دياز ده؟ ابراهيم دياز، ايه لويس دياز ده؟ ده لويس دياز ده قصه تانية، جاب جون الراجل ده مع فاهم في ارسنال النهارده، ده قصه تانية. طبعا بعد كل العسكافه وكل الحوارات اللي اتعملت، اصلا برشلونه فكره ان انت حضرتك تكون كسبان 4-2 فريال مدريد طبعا عايز يهاجم، برشلونه بقى ابتدى بقى يهزر، يبتدي يهزر ويدخلوا بقى انفراده بقى ايه رافينيا ولامين يامال، وده يقوم مباصيها له وده اوف سايد ويجي يشوطها يحطها جون، حاجات بقى قمه الهزار. تمام. فيرمين لوبيز جون في اخر دقيقه، حكم يلغي الجون بسبب هندس على فيرمين لوبيز، والراجل يدخل اصلا جون سولو داخل يرقص وداخل ما بين اربع خمس لعيبه ويدخل يشوطها يحطها جون. حاجه مهزله. طبعا امبابي يسجل الهدف الثالث ليه في الدقيقه 70. الصراحه ثروهايه من مودريتش فيني يقوم مدي الكره لامبابي يسجلها. الله يا ابني. بس امبابي اللي احنا بنتكلم عليه ده كورنر حلو جدا يتلعب لريال مدريد، شاوميني يدخل يحطها. للاسف امبابي من غير لما يلمس الكوره، مجرد ان هو ينط قدام تشيزني ويمنع عنه الرؤيه، فالحكم يلغي الجون. يعني يعني عارف، بدل ما انت كنت البطل والراجل جايب الهاتريك، طمعت في ان انت تجيب سوبر هاتريك بس ضيعت على فرقتك النقطه على الاقل. طبعا بعدها زي ما قلت لك جون فيرمين اللي اتلغى. مشكلتي بقى مش في كل الكلام ده، مشكلتي في ان انا اللي انا شايفه، حتى لو ريال مدريد جابت تشابي الونسو، بس بيريز قفش ان انت مش محتاج عناصر غير العناصر اللي هو عايزها. هو عمره ما هيبقى ريال مدريد يرجع يبقى حاجه بمنتهى الامانه، انا هقولها لك. ريال مدريد اللي كان عامل له العنصر بتاع الاختلاف المواسم اللي فاتت توني كروس. هل يا ترى هتعرف تجيب واحد زي توني كروس؟ توني كروس ده ما كانش ينفع ان انت كنت تخليه يوافق ان هو يعتزل الموسم اللي فات. قلت له لا يا معلم، بقول لك انت لازم تقعد معايا الموسم ده، لازم تدي خبراتك للفرقه بتاعتي، لازم 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 لازم. حقيقي عدم وجود توني كروس في المباريات بتاعت الكلاسيكو كلها ومباريات ريال مدريد اللي في دوري الابطال هي اللي وقعت ريال مدريد، وهي اللي خليته يوقع نقط ويضيع البطولات دي كلها. انا بقولها لك بمنتهى الامانه. بس برافو في نفس الوقت هانزي فليك، الراجل اللي بيتكيف وبيتعامل مع اي موقف. عنده كوندي مصاب مفيش مشكله، ليفاندوفسكي لسه راجع من اصابه مش في احسن حالته مفيش مشكله، اولمو ما كانش اللي بيلعبه اساسي بس خلاص بقيت مضطر تمام، كوبارسي ولا كاسادو سوري مصاب ولسه راجع من اصابه، هلعب بديونج وهبقى تمام.
عادي عادي، بالدي نفس الكلام، ما عندوش اي مشكله. 5 لعيبه اللي غصب عنه بقى مضطر ان هو يتاقلم بالبودله بتاعتهم وعادي بيتعامل. نخلص بقى المباراه دي. معلش بس قبل ما نتكلم على مباراه ارسنال وليفربول، حابب ان انا اوجه يعني الفاظ بذيئه لانزو ماريسكا ولتشيلسي النهارده بالاداء السيء والقميء والمقرف والمعفن والنتن اللي بيقدموه قدام نيوكاسل. لان انت بصراحه انت قرفتني وخنقتني مش عارف اقول لك ايه. مبدئيا تونيلي سجل هدف رائع في الدقيقه الثانيه. نيكولاس جاكسون الراجل المحترم المهاجم الفذ. فاكره انت المهاجم الفذ بتاع الموسم اللي فات ده اللي ما كانش بيعرف يجيب اجوان ده غير بالغلطات؟ هو ده. يدخل النقاط ان هو يطرد في الدقيقه 35 وتشيلسي يلعب 10 ناقص 55 دقيقه. يعني انت فاهم. برونو جوماريش بقى الراجل يعني اللي يسجل هدف عالمي عن طريق ديفليكشن بس عالمي. وبصراحه بالنسبه لي انا كواحد بشجع السيتي وعارف ان احنا في كلام كتير قوي على الراجل ده كان وهم طلبوا 100 مليون وايدي هاو بيهزر. بس بصراحه الكواليتي ده انا محتاجه بصراحه. والله والله بجد مباراه زي ساوثهامبتون بتاعت امبارح دي، واحد زي برونو جوماريش عادي بشوطه زي دي، في ناس عادي تعمل ديفليكشن ما تعملش ديفليكشن كانت رايحه جون عادي. كنت محتاجه. كنت محتاجه والله. كنت محتاجه بدل ما انا بلعب بريكو لويز، ومحتاجه بدل ما انا بلعب باورايلي، ومحتاجه بان انا بلعب برناردو سيلفا وجندوجان. ان كان خلينا نكمل بقيه النتائج. طبعا استون فيلا تفوق في مباراه امبارح على بورموث. وبعد كده طبعا ويست هام النهارده الصبح 2-0 عادي على يونايتد ما بيلعبش غير في اليوروبا ليج. فطبعا لو احنا بنتكلم عن مشجعين يونايتد، حضرتك ما تتفرجش على اي مباراه في فاضل مباراتين لسه لمانشستر يونايتد في الدوري، ما تتفرجش عليهم توجعش دماغك. عندك حضرتك المباراه بتاعت النهائي، عندك توتنهام اتفرج عليه هتتبسط. ولو انت ناوي ان انت تروح تدفع تذكره وتروح تشتري وتتفرج على الماتشات برضو ما تعملش كده في الدوري. اعمل كده حضرتك في اليوروبا ليج وممكن تاخد البطوله وتتبسط. اللي بعده نوتنجهام فورست وليستر سيتي. نونو دي سبيريتو سانتو، الهزار والضحك كله. الراجل اللي كان تاني الدوري ما عندوش مشكله ان هو يفضل نازل 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 نازل. دلوقتي ثانيه واحده كده، 1 2 3 4 5 6 7 سابع الدوري ما شاء الله. كلهم يا باشا حضرتك من اول الثاني لحد السابع فرق 5 نقط ولا 6 نقط 6 نقط. بس في نفس الوقت انهيار مش احلى حاجه. المباراه اللي بعدها توتنهام وكريستال بالاس، فاكر اللي انا قلته لك بالظبط على على مانشستر يونايتد؟ اعمل زيه بالظبط. يعني لو انت حضرتك بتشجع توتنهام ما تروحش تتفرج على ماتشات توتنهام في الدوري، تروح تتفرج على ماتشات توتنهام عادي في في اليوروبا ليج عادي يعني. ليفربول بقى وارسنال. ليفربول بعد لما بيكون متفوق على الفريق اللي عنده مشكله، وكان يعني خسر خسارتين ورا بعض قدام باريس، وفي النص خسر من كريستال بالاس تقريبا، ولا والله مش عارف، خسر من بورموث والدنيا معاه كانت صعبه والدنيا معاه ما كانتش احلى حاجه. النهارده ارسنال بيلعب بالتشكيله الاساسيه مع تغيير شويه افكار كده، ما اعرفش ليه. فكره ان انا ممكن العب بتروسارد كمهاجم، وان انا العب بمارتينيلي في مكانه ومايك ميرينو مرجعه ورا، والنهارده العب بين وايت بدل تيمبر. ما عنديش مشكله في كل الكلام ده، بس ان فكره ان ليفربول يكون عارف ان هو يتفوق بنتيجه 2-0 في هدفين في دقيقه ورا بعض حقيقي يعني. كودي جاكبو في الدقيقه 20 كره ولا اروع بالهيد، وبعدها بدقيقه لويس دياز بعد ثروهان محترمه جدا من صلاح لسوبوسلاي، وبعد كده الراجل يقوم مريحها لويس دياز. الراجل من غير لما يعمل سكان الراجل عارف ان لويس دياز او ان في حد جاي هنا، اذا كان بقى كودي جاكبو اذا كان لويس دياز، عملها له والراجل يسجلها في الدقيقه 21. فكره بقى إن انت بتعمل ايه يا ارني؟ ليه يا ارني يا سلوت كده؟ ليه؟ ليه ان انت حضرتك تدخل الشوط الثاني فجاه مارتينيلي يحط جون بدماغه؟ مارتينيلي يحط جون بدماغه يا راجل يا طيب في الدقيقه 46، وبعدها مايك ميرينو يحط الهدف الثاني بعد شوطه رائعه، او الحاجه الوحيده اللي عملها حلوه اوديجارد الموسم ده، بعد شوطه حلوه جدا 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 يعملها في الدقيقه 70. اليسون يصدها وتخبط في العارضه وترد تاني جوه الملعب، مايك ميرينو يقوم داخل سمكه كده مديها، ونتيجه التعادل بعد طبعا بعدها بالتسع دقائق اطرد مايك ميرينو. والراجل كان معاه انذار، دخل يعمل كلاش كده، انذارين خبطتين ضربتين ما لهمش اي لازمه، زحلقتين ما اعرفش هو بيعمل ايه. قام اخذ الانذار الثاني واتطرد. ترتيب الدوري الانجليزي. ترتيب الدوري الانجليزي. مم. ارسنال
68 نقطة في المركز الثاني، نيوكاسل 66، السيتي 65 بعد طبعا التعادل ملوش أي لازمة، عادي كان زمان دلوقتي 67 عادي وحلوين يعني. تشيلسي 63، استون فيلا 63، نوتنغهام 63. المباريات اللي جايه فاضل مباراتين، مباريات صعبه جدا جدا جدا. اللي عايز يتاهل طبعا كده كده خلاص، ارسنال اللي عرف ان هو يتعادل في مباراه من الاثنين اللي جايين ضمن كده كده التاهل. الفكره بقى في اللي جاي، الفكره في اللي جاي من اول المركز الثالث لحد المركز السابع. عايز يا باشا تتاهل، اكسب الماتشين بتوعك ونبقى نشوف بقى انت بقيت في المركز الكام. بس من غير الفوز الماتشين ما توجعش دماغك من الاخر. من الاخر بقول لك صراحه يعني، ما توجعش دماغك خالص. وطبعا في الاخر نحب نختم بفكره ان برشلونه فاضل له حضرتك 3 ماتشات، فرق بينه وبين ريال مدريد 7 نقط، محتاج نقطه ويكون اخد الليجا، ويبقى حضرتك الفريق الوحيد اللي الموسم الصفري، او مش الفريق الوحيد يعني، في ريال مدريد موسم الصفري يعتبر برضه موسم صفري. وبالنسبه لارسنال الناحيه الثانيه نفس الكلام يعني، حاجه عظمه. والسيتي ممكن ما يبقاش موسم صفري، وتخيل الاثنين دول موسم صفري، يعني اللي خرجك من اليويفا يبقى موسم صفري، واللي كسبك 5 يبقى موسم صفري. والله العظيم حاجه ضحك. انما انت، انا تعبت منك والله العظيم، تعبت منك اقسم بالله. يلا مش عايزين اي حاجه، سلام.